ودي شكلها كده بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم ريحتها بجد تحفه زي ما انتم شايفين. بجد تحفه، جربوها قولوا رايكم. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو. هنعمل دلوقتي مع بعض احلى صينيه بطاطس باللحمه، واقول لكم على كل التركات بتاعتها وازاي تطلع معاكي زي بتاعت اجدادنا كده. ريحتها وطعمها اللي يتجنن. معايا اول حاجه بصلتين انا قطعتهم كده شرايح زي ما انتم شايفين. بعد كده هتبلهم بشويه فلفل اسود، شويه كزبره، وشويه سبع بهارات، وشويه ملح، وهفضل بقى ادعك كده فيهم. الخطوه دي بتدي طعم تحفه لصينيه البطاطس. وهسيب البصل كده شويه يتبل عقبال ما اقطع البطاطس. ودي البطاطس بعد ما قطعتها، انا بقطعها مش رفيعه زي ما انتم شايفين كده، ده سمكها. بعد كده بقى احطها على البصل، ابدا بقى في البطاطس كده بالبصل. بعد كده هنزل بعصير الطماطم بتاعتي. بعد كده هضيف معلقه ثوم صغيره مهروسه. بعد كده هضيف شويه زيت صغيرين. هنزل بقى باللحمه بتاعتي بعد ما سلقتها. انا سلقاها 3/4 تسويه لان انا عايزاها تستوي في الصلصه. بعد كده معايا بقى طماطم شرايح مقطعاها، احطها كده بقى من على الوش. بعد كده هضيف شويه شوربه. حبابه حراقه ممكن تضيفي قرن فلفل حامي. بعد كده هعلق عليها. بعد كده هضيف معلقه سكر. انتوا عارفين الطماطم اي صلصه طماطم لازم نضيف لها معلقه سكر عشان خاطر الحدوقيه اللي بتبقى فيها، فدي بتضيع الحدوقيه بتاعتها. هسيبها بقى تستوي. بعد كده ارجع لكم شكلها بعد ما استوت. دي شكلها كده بعد ما خلصت. هدخلها بقى الفرن وارجع لكم. ودي شكلها كده بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم ريحتها بجد تحفه زي ما انتم شايفين. بجد تحفه، جربوها قولوا رايكم. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو.